حرقة الدم ورانا ورانا، حرقة الدم ورانا ورانا، والواحد شعره ابيض وفي كتر اتفرج على الزمالك. واحد لسه في عز شبابه وشعر دقنه ابيض وشعره ابيض من كتر فرجة على الزمالك. واحد مش عارف يعمل ايه والله. تعبنا والله من اللي بيحصل في النادي ده، واللعيبة والمدربين، وعدم تحمل أي مسؤولية، وعالم يا أخي مفيش دم ولا إحساس خالص، مش والله ولا دم ولا إحساس. في لعيبة كده. طب أنت يا عم أنت بتلعب وأنت خايف، أنت خايف من إيه؟ طب يا عم خايف بتلعب ليه؟ قول للمدرب مش عايز ألعب. والله قول للمدرب مش عايز ألعب. المشكلة بقى الأكبر إن المدرب بيخرف. والله المدرب بيخرف. بروف وعلى عيني وعلى راسي وأستاذ وعلم وتدريب والدنيا بس هو دلوقتي مش شايف قدامه يا جدعان. مش نسيبه لحد ما الدنيا تفرط خالص؟ نسيبه؟ مش هينفع. موسم بيروح، مش عارف نعمل ايه. امبارح مش امبارح، قبل بعد ماتش بيراميدز على طول طلعت قلت لكم يا جماعه اي حد عنده سكر ضغط ارجوكم ما تتفرجش على الماتش الجاي. ليه؟ كان عندي بعد نظر الحمد لله، وعارف ان ده هيحصل، وعارف ان فرير لو كان لعب ماتش القمه هو ده هيحصل برضه هيحصل. بص، انت ممكن تكون شايف ان في مشكله عند اللعيبه، تمام، واحنا كلنا شايفينها. في لعيبه مش يعني في لعيبه لا تصلح انها تلعب في الزمالك. اولهم محمد عبد الغني، تانيهم عمر جابر، تالتهم مصطفى شلبي اللي عامل فيها ميسي ومدرب لنا التكشيرة وكأنه جاب لنا كأس العالم واحنا ما نعرفش. يعني قول لي يا مصطفى شلبي انت عملت ايه في مثلا، يعني عملت ايه مع الزمالك من ساعة ما لعبت؟ يا عم بلاش الزمالك، عملت ايه في الدوري عامة من ساعة ما لعبت؟ مفيش يا ابني انت ولا حاجة، والله ولا حاجة. عشان بس ان انت عايش الدور كده وعايش الوهم مش عارف على ايه. تاني حاجة برضه نفس المشكلة نفس الطريقة. التلات لعيبة في نص الملعب ملهمش أي أدوار، مفيش دور يا جماعة. التلاتة بيهبلوا في بعض. إمام عاشور صاحب الكورة ياخد الكورة ما بيبصيش. أنا النجم، أنا اللي بص هعمل لك كل حاجة في الملعب. أنا اللي بص مش أنا الجرينتا، أنا اللي مفيش زي اتنين، أنا اللي بص ما. بس هنرجع وتقول برضه طب ما هو المدرب ما عندوش بدايل. طب ما هو ما عندوش بدايل ليه؟ هو فين المدرب؟ فين دورك انت كمدرب ان انت توجد بدايل؟ معلش انت السنه اللي فاتت ان ما كانش عندك لعيبه، ومعلش كنت بتلعب ده هنا وده هنا وده هنا وكانت الدنيا ماشيه. بس برضه مستوى اللعيبه كان مساعدك، مستوى اللعيبه كان الدنيا كانت فايقه، الدنيا كانت بتاع. انما دلوقتي ما اعرفش هو في حاجه غلط. في حد عامل لنا عمل في النادي. في بجد ممكن حد يكون عامل لنا عمل. اصل اللعيبه دي مش معقول دي اللعيبه اللي بقى لها سنين بتلعب مع الزمالك واللي لسه بقى لها سنين بتلعب في الدوري. يعني مصطفى الزناري ده كان من احسن المدافعين. كل شويه الناس كل الاعلام السنه اللي فاتت مصطفى الزناري مصطفى الزناري، وطالع الجيش بياخد بقى. طالع الجيش السنه اللي فاتت لما كان مصطفى الزناري بيلعب معاه كان كله لعبه زون ديفenس، بيلعب دفاع بس. فبرضه اللعيب برضه ما اتحكمش عليه، ما فيش مساحات، ما فيش هو الفرقه كلها في ال 18. فبرضه هم الاعلام بيعمل من الحبه قبه. بس انا مش شايف مصطفى الزناري في الزمالك، يعني مش شايفك يعني. كرة الجون الأول والجون التاني. طب انت فين يا عم؟ انت قلب دفاع. محمد عبد الغني هو نطره خلاه يلعب باك يمين، معرفش شاف ايه في محمد عبد الغني ان هو يلعب باك يمين. حمزة المسلوسي يا جدعان النجم الشوط الأول. أول حد يفكر يغيره هو فرير، قال لك لا يطلع ما يلعبش. انت متألق النهارده، لا اطلع مش. والسيسي ها إلى حد ما كان ليه دور عامل. جابها مع زيزو، لا اطلع انت كمان، احنا بوظ الجبهات دي كلها. انا بص هألف كرة جديدة، انا هعمل حاجة انت ما تتخيلهاش. نرجع نقول برضو هو الإدارة برضو مش عارف الإدارة ما وفرتش لعيبة ولا وفرت لعيبة ولا المدرب مش عارف في. طب ما هو المشكلة في مين؟ المشكلة كلها عند يعني مين اللي هيشيل الليلة دي في الآخر؟ احنا عايزين حد يشيل الليل. هل النهارده ممكن النهارده انا متاكد بعد يعني ممكن تكون تتفرج على الفيديو ده وهتسمع ان فريرا مشي واسماعيل يوسف ومحسين ياسر محمدي هم اللي هيتولوا الفرقه لحد ما نجيب مدرب اجنبي. انا متاكد مليون في الميه. احساسي واحد بيشجع الزمالك بقاله كتير فاهم الدنيا بتمشي ازاي في الزمالك. بس برضه هرجع واقول هو اللعيبه دي لو قدموا مستوى تاني مع مدرب تاني يبقى المشكله كانت في مين؟ يبقى المشكله كانت في مين؟ طيب لو جبنا مدرب تاني واللعيبه نفس الاداء ونفس البتاع، طب هنعمل ايه؟ ما حد يفهمنا يا جماعه برضه عشان الدنيا مش واضحه بالنسبه لي. اصل مستوى اللعيب ده ما هينجحش اي مدرب. اي مدرب هيجي ما اعتقدش انه هينجح. مش عارف ليه، ده احساسي، احساسي الداخلي.
يا اما حد بقى يشوف لنا شيخ كده ولا حاجه من الناس اللي هي الكويسه، يشوف العمل اللي معمول لنا للزمالك ده ويفكه ويريحنا من الموضوع ده، لان احنا عرفنا والله من اللي بيحصل ومن يعني من حرقة الدم دي بعد كل ماتش يعني. واحد زي كهربا ده ملوش يعني بقاله سنتين ما بيلعبش كوره، ده جايين ننجمه، احنا جايين ننجمه. محمد شريف ما بقاله سنين ما بيجيبش جوان، احنا جايين نرجع لك ثقتك بنفسك. احنا احسن ناس بنرجع لك ثقتك بنفسك، احنا احسن ناس تديك باور، تديك انرجي. مصطفى الزناري اسيست هو ومحمد عبد الغني، يعني هما اللي اتحملوا الجوان بصراحه، بصراحه يعني. عواد برضو الجون التالت برضو، هما الاتنين واقفين على خط واحد، هو ممكن ميكونش شافها بس مش عارف، مش عارف والله. يلا بقى حرق الدم.